إلى سيدة أعمال تحتل المرتبة الثامنة بين أغنياء الصين ومن قطب في مؤسسة الحكم الصينية في إقليم شينجيانغ إلى معارضة عنيدة لها بعد تبنيها قضية أبناء طائفتها المسلمين الأويغور. فهل حملتها مطلبية تستهدف تأمين العدالة والمساواة أم أنها دعوة للانفصال؟ هذا إذن واحد من الأسئلة التي نوجهها إلى ضيفتنا الناشطة الصينية من قومية الأويغور المسلمين ربيعة قادر. سيدة قادر، بداية البعض يطلق عليك لقب أم الأويغور والبعض الآخر يختار لقب دلاي لاما الأويغور، أي اللقبين أدق؟ كلاهما صحيح. أنا أم بالنسبة لمن يطلق علي أما، وأنا زعيمة لمن يطلق علي دلاي لاما. تسميتي بالدلاي لاما صحيحة لأنني أقود حملة الأويغور. هل هناك أي تنسيق في نشاطك مع الدلاي لاما؟ نحن على اتصال ببعضنا البعض، ولكنهم لديهم أنشطتهم ونحن لدينا أنشطتنا. رئيس تحرير إحدى الصحف الباكستانية يقول إن الأيدي التي وقفت وراء أحداث شينجيانغ في يوليو تموز الماضي هي نفسها التي وقفت وراء أحداث التبت العام الماضي، أي قوى أجنبية. ماذا تقولين في هذا؟ هذه دعاية فارغة. الحكومة الصينية اعتادت على نشر الأكاذيب، هذا محض الدعاء. الحكومة هي التي اتهمت الدلاي لاما بحادث التبت واتهمتني بحادث شينجيانغ في تركستان الشرقية. الحكومة الصينية تختلق هذه الأكاذيب. ما يقولونه في باكستان مجرد دعاية صينية. ولكن كليكما تحصلان على تأييد من قوى دولية، أليس كذلك؟ نعم، يمكن قول ذلك، ولكننا لسنا بالضبط متماثلين. كلانا لم يستطع الحصول على رد من حكومة الصين الدكتاتورية. نحن نطلب العون أولا من الله وثانيا من العالم الديمقراطي. ترأسك لما يسمى المؤتمر العالمي للأويغور ومقره ميونخ يجعلك على اتصال بكافة الحركات الأويغورية المعارضة بما فيها بعض الحركات التي توصف بالإرهابية، أليس كذلك؟ لا على الإطلاق. مؤتمر الأويغور العالمي وأنا أيضا ضد كل أشكال العنف. حملتنا سلمية وتهدف إلى الحصول على حق تقرير المصير لشعبنا، ولم يكن لنا أي علاقة بهم في الماضي ولن يحدث ذلك في المستقبل. كل هذه أكاذيب تختلقها الحكومة الصينية. إنهم يقولون ذلك لتبرير قمع شعب الأويغور. سيدة قادر، هل تقرين الهجمات المنسوبة إلى نشطاء من الأويغور داخل الصين ومقاطعة شينجيانغ بالذات؟ شعب الأويغور لم يرتكب أي أخطاء. عندما أقول ذلك فقد يتصورون أنني أخفي ما يحدث. نحن مسلمون، نحن أويغوريون مسلمون، وعددنا 20 مليونا. وخلال 60 عاما الماضية لجأت الحكومة الصينية إلى كل الوسائل الممكنة لتحويلنا إلى ملحدين. كل علماء الدين تم حبسهم وقاموا بتلفيق الأكاذيب لخداع العالم الإسلامي. شعب الأويغور يطلب فقط حقوقه الإنسانية الأساسية، حرية العبادة، وهذا غير مسموح به. نحن نؤمن بالإسلام وهم يريدوننا أن نصبح ملحدين. الحكومة الصينية تجبرنا على التحول للإلحاد، والآن يسموننا إرهابيين. هل هدف هذه المنظومة أي المؤتمر العالمي للأويغور تأمين حقوق الأويغور المسلمين أم الانفصال عن جسم الدولة الصينية؟ الحكومة الصينية هي التي سمحت لنا أن نطلق على المنطقة اسم منطقة شينجيانغ الأويغورية المستقلة ذاتيا. هذا حقنا لأننا نحن الشعب المحلي هناك ونحن أصحاب الأرض، ولهذا فنحن نسعى للحصول على حقوقنا الإنسانية وحق تقرير المصير.
So, Mrs. Kader, you don't إذا سيدة قادر، أنت لا تريدين دولة منفصلة لشعبك، أليس كذلك؟ نحن لم نطلب الانفصال، نحن نطلب حق الاستقلال الذاتي، حق تقرير المصير للشعب الأيغوري. Mrs. Kader, in an article in Wall Street Journal. سيدة قادر، في مقالة لك في وول ستريت جورنال استخدمت تسمية تركستان الشرقية التي يستخدمها عادة الانفصاليون للإشارة إلى إقليم شينجيانغ، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن البي بي سي تمثل صوت الحكومة الصينية، ولهذا سأجيب على سؤالك. تركستان الشرقية هي الاسم التاريخي للمنطقة وأهلها، ولكن الحكومة الصينية غيرت الاسم التاريخي إلى شينجيانغ. تسمية المنطقة باسم تركستان الشرقية لا يعني أنني انفصالية. لا يمكنك اعتبار اسم تركستان الشرقية تعبيرا انفصاليا، لكنه الاسم التاريخي للمنطقة. أين يكمن ولاؤكم كمسلمين صينيين؟ هل تعتبرون أنفسكم مواطنين في الدولة الصينية؟ أنا أعتبر نفسي أيغورية مسلمة من تركستان الشرقية، وأنا أكافح من أجل كل الجماعات العرقية التي أريدها أن تعيش في وئام وأن تحظى بحقوق الإنسان. في ذروة أحداث العنف الأخيرة في شينجيانغ كان رئيس الوزراء التركي الصوت الأعلى في انتقاد السلطات الصينية. هل هناك علاقة خاصة يا ترى بينكم وبين تركيا في ضوء أصولكم التركية؟ أولا وقبل كل شيء أنا مسلمة. ثانيا أنا أيغورية، أنا شقيقتهم، وأعتقد أنني أيضا شقيقة لكل المسلمين في العالم. في الحقيقة كان يجب أن يدعمونا منذ زمن طويل. على كل حال السلطات الصينية تقوم بالإبادة الجماعية ضد شعب الأيغور حتى الآن. إنها تقتلنا نحن الأيغور. كل علمائنا الذين يدافعون عن حقوق الأيغور أرسلوا إلى السجن. هناك أكثر من 10,000 زعيم ديني في السجن الآن، وأعتقد أن الحكومة التركية تحدثت من أجل تحقيق العدالة. سيدة قادر، هل كنت على اتصال بجماعات المعارضة الخارجية عندما كنت لا تزالين في الصين؟ أنا لم أكن على اتصال بجماعات المعارضة التي كانت ضد الحكومة الصينية، ولم أكن على اتصال بالمعارضة في الماضي ولا في الوقت الحالي ولا في المستقبل. إنني أكافح من أجل الحقوق الأساسية لشعبي، ولم أتصل مطلقا بجماعات المعارضة التي تقف ضد الحكومة الصينية. إنني أطالب الحكومة الصينية فقط بحقوقنا الإنسانية وحق العيش بسلام. هل تعرف أن شعبي يعيش في سجن مفتوح في بلادنا؟ ولكن سيدة قادر، في تعليق على ما قلتيه في إجابتك السابقة، فإن السلطات الصينية وجهت إليك عام 1999 اتهامات بنقل معلومات عن الدولة للخارج، مما أسفر عن الحكم عليك بالسجن 8 سنوات، أليس كذلك؟ لو كان هذا الاتهام صحيحا لما أطلقت السلطات الصينية سراحي. كان هذا مجرد اتهام فقط. إنهم يبيدون المسلمين الأيغوريين ويرغمونهم على حرق القرآن ويمنعونهم من الصوم. إنني أحاول فقط الكشف عن الحقيقة أمام العالم، ولهذا السبب تم القبض علي وإيداع السجن. سيدة قادر، الواقع السلطات الصينية أفرجت عنك لأسباب إنسانية عام 2005، وقيل إنه بتدخل أمريكي، فذهبت إلى الولايات المتحدة. لماذا الولايات المتحدة بالذات يا ترى؟ الحكومة الصينية هي التي أطلقت سراحي إلى هنا، هذا أولا. ثانيا، إن جماعات حقوق الإنسان والدول المعنية بدعم حقوق